انا عارفك مش بتحب تدخل المطبخ كتير في رمضان. هنعمل مع بعض النهارده المقلوبه بطريقه سهله جدا ومش هتاخد منك وقت كتير، بتتبيله فراخ وطعم الرز اللي متسوي مع الفراخ. بصوا بقى، طعم لذيذ جدا واكله منجزه هتعمليها في ربع ساعه، لا ومفيده كمان وهتنفع على سفره رمضان. هاتي فليت دجاج المغسول النظيف وهتقطعيه مكعبات صغيره على حسب الحجم اللي انت عاوزاه، يعني يفضل المكعب يكون معاكي بالشكل الجميل ده علشان الفراخ ما تتهريش مع تسويه الرز. وللتتبيله استعملت عصير ليمونه كامله على كيلو الفيليه اللي قطعته. وننزل بقى بالتوابل بتاعتنا، ملح وفلفل اسود وكركم وبابريكا ورشه حبهان ورشه جوز الطيب ومعلقه صغيره بصل بودر ومعلقه توم بودر. ونزلت بفنجان من الصويا صوص وكمان كوبايه من الزبادي صغيره ومعلقتين كبار من الباربيكيو صوص، هيديلنا طعم لذيذ جدا. ونقلب بقى مكونات التتبيله الحلوه دي. بصوا انتوا ممكن تعملوا الفراخ بالتتبيله دي مع مكرونه، مع رز بسمتي، مع اي نوع رز هتنفع معاكم. دي الحله الكبيره اللي استعملتها، مهم ان الحله تكون ما بتلزقش الاكل زي حلل نيوك لاين، لان طبعا تتبيله الفراخ دي لما نطبخ معاها الرز كمان في حله واحده ففي الغالب هتلزق، فعلشان كده مهم ان احنا نختار حلل ما بتلزقش الاكل وتكون صحيه كمان زي حلل نيوك لاين الجميله دي. نزلت على الفراخ كمان بثلاث كوبايات من الرز المغسول، مغسول بس مش منقوع، ونقلبهم كويس جدا مع بعض زي ما انتم شايفين. الرز انا مش هحط له اي ملح، هو هياخد من توابل الفراخ وتتبيله الفراخ اللي عملناها الحلوه دي. هنزل على طول بالمعيار بتاع الميه بتاعنا، ميه سخنه، ونقلب كله مع بعضه. شايفين؟ بصوا انتوا ممكن تعملوه كده وتاكلوه من غير بتنجان، بس كمان مع البتنجان بقى هيديله طعم خطير. نجيب حبايتين بتنجان رومي حجمهم كبير ويكونوا مطولين كده، هنبدا نقطعهم شرايح علشان الشريحه تكون معانا بالطول علشان ناخد شكل حلو للمقلوبه. ورصيتهم ورشيت عليهم ملح علشان يطلعوا كل السوائل اللي موجوده فيهم. وده شكل الرز مع الفراخ. نبدا نقلبهم كده بعد ما تشربوا ونسوي سطحهم بقى، وهنسيبهم على حراره هاديه علشان يستووا كويس. البتنجان خرج السوائل اللي موجوده فيه، هنبدا ننشفه كده بمناديل علشان يتحمر معانا بشكل حلو. جبت جريل نيوك لاين اللي في نفس الطقم وهنبدا نرفعه على الحراره على طول علشان نشوح فيه البتنجان. شايفين شكله الجميل ما شاء الله؟ هو ده اللي احنا عاوزينه، بس مش اكتر من كده، ما ناخدش تسويه كتير لان البتنجان ما بياخدش وقت. هنجيب بقى حله نيوك لاين اللي اصغر من كده شويه في نفس الطقم برضه، وهنبدا نرص جواها شرايح البتنجان بالطول زي ما عملت كده بالظبط. شايفين شكلهم حلو ازاي؟ هنجيب بقى حله الرز مع الفراخ بعد ما اتسوت كويس، ما شاء الله على الريحه بجد جميله جدا. نديلهم بس تقلبتين نفكهم من بعض، وهننزل على الحله اللي فيها البتنجان علشان نعمل احلى مقلوبه. اهم حاجه لو لسه بتتفرجوا ما تنسوش تصلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، وتعملي منشن لصاحبتك اللي هتعمل لك المقلوبه بالطريقه دي. ما شاء الله طالعه شكلها جميل وملزقتش في الحله، بجد حلل نيوك لاين ممتازه جدا. والطقم ده في حاجات تانية كتير برضه هوريها لكم. الحلل اللي موجوده في الطقم ده 28 و24 و20 و18 مقاسات مختلفه ممتازه جدا. وكمان قالب كيك بقى تعملي بيه شكل محترم جديد، بيجي مع الطقم ووك مقاس 30 كبير ما شاء الله، هينفعك في شغل كتير قوي في المطبخ. كمان المقلايه الجميله دي برضه تحمري فيها كل اللي انت عاوزاه. الطقم كامل بيجي بمقابض بقلايه عازله للحراره عاليه الجوده، وقواعد تقيله بتوزع درجات الحراره على جوانب الحله كلها. بيجي كمان معاهم الطاجن الكبير مقاس 36، تقدري تعملي بقى فيه كل حاجه. كل ده والسعر مميز كمان من سوق المطبخ. هسيب لكم اللينك في اول تعليق اللي تعرفوا منه كل الاسعار والتفاصيل. تعالوا بقى شوفوا تسويه الفراخ اللي جوه المقلوبه، بسم الله ما شاء الله، متسويه ودايبه جدا، ولحم الفراخ ابيض من جوه وشارب التتبيله كويس قوي. وريحه الميكس ده كله مع بعضه، البتنجان مع الرز والفراخ، حاجه في منتهى الجمال. انا عاوز اقول لكم ان انتوا من جمال الرز هتاكلوه لوحده كده من غير فراخ اصلي، بجد طعمهم تحفه. ما تنسوش تعملوا لايك وشير علشان اعمل لكم وصفات حلوه كتير. تحياتي ليكم.